تعال خدكوا في جولة في متحف اسكتلندا ونعرف شوية مقتنيات فيها علشان نعرف حضارتنا، ايه الآثار اللي فيها وايه المعلومات اللي فيها. هنبتدي بأول تمثال معانا. التمثال زي ما انتوا شايفينه ملامحه مختلفة عن الملامح المصرية، عشان في ناس دايما تقولي ان التمثال ده مثلا شكله آسيوي أو شكله مش آسيوي. اهي الست اللي قدامكوا دي من غرب آسيا، يعني شكلها آسيوي. زي ما انتم شايفين الملامح واضحة جدا إنها مش مصرية من حيث حجم الراس وحجم التمثال ذات نفسه، بالرغم إن هو تمثال مش بالحجم الحقيقي، بس واضح أبعاد بتاعة الجسم. المصري القديم كان بيتعرف عن غيره عن طريق طول دراعاته وطول رجليه، مش إن هو طويل، لأ، في أطوال معينة للمصريين، وكمان عرض الجبهة. هنا هنلاحظ إن الوش مدي على فريد الأطرش، مدي على غسان مطر، مدي على الناس دي. التمثال خشبي لسيدة بتحمل طفلها، تم العثور عليه في مقبرة في بني حسن الأسرة ال 12. يعني السيدة دي كانت من ضمن الناس اللي دخلت الهكسوس مصر. يعني في المرحلة دي كان في أجانب في عصر الدولة الوسطى كانوا موجودين بكثرة في مصر، فالهكسوس دخلوا مع الناس دي، فالمصري القديم ما قدرش يميز وتعامل مع الكل معاملة حسنة، إلا إن كان في الغدر من الهكسوس في وقتها اللي اتحدوا مع النحسي اللي كانوا موجودين في الجنوب، فقدروا يعملوا كماشة على مصر في المرحلة دي. زي ما انتم شايفين الملامح مش حلوة، عشان في ناس دايما بتقول إن الجمال دايما يجي من بره. طب ما هي دي جاية من غرب آسيا وشكلها مش حلو. عشان أنا لاحظت الموضوع ده في أكتر من حاجة، لما يلاقوا واحدة مثلا حلوة في التماثيل المصرية قديما أو حديثا دايما ينسبوها للمنطقة دي، في حين أهو تمثال يرجع لنفس المنطقة الملامح مش لطيفة، يعني الملامح مش حلوة. في تماثيل كتيرة جدا للمصريات أجمل بكتير. طبعا أنا مش بسيء لدول أو بسيء لدول، أنا بوضح معلومة علشان في ناس مع الأسف واخدينها قاعدة. أما التمثال التاني اللي موجود هناك تمثال من الحجر الرملي الأحمر. اشمعنى الحجر الرملي الأحمر؟ لأن التمثال ده اتواجد في سرابيد الخادم. سرابيد الخادم اللي ما يعرفش دي موجودة في سينا، كانت منطقة مصرية موجودة في سينا، ففي ناس كانوا عايشين هناك مصريين. ده بيرجع لعصر الأسرة ال19، وبما إن المنطقة هناك موجود فيها هذا الحجر بكثرة، فكان المصري القديم بيستخدم المواد المتوفرة في المكان علشان يعمل التماثيل الخاصة بيه، خاصة إن عملية النقل والصناعة بتكلف. وبيجي من هنا مصطلح الكلمة اللي دايما نقولها، الجيش قالك اتصرف، وهما فعلا اتصرفوا. التمثال الجميل ده لراجل ومراته. الراجل ده يا جماعة هو رئيس الشرطة قديما، ودي زوجته، وهما كانوا عايشين في عصر الأسرة ال19. واللي لقى التمثال ده هنري ريند سنة 1857 وفي طيبة، ويطلعها للمتحف في الوقت ده. طبعا الموضوع بما ان ده الكشف ده حصل في سنة 1857، فدي مرحلة كان صعب جدا، ما كانش في قانون يجرم سرقة الآثار ان هم يطلعوا آثار بره بالطريقة الشرعية دي. التواريخ دي مهمة جدا لان من خلالها بنعرف اذا كانت القطعة دي ترجع او ما ترجعش. وزي ما انتم شايفين التمثال في منتهى الجمال. اللبس واضح جدا أسرة 19، لبس الرجل بالذات، وزي ما انتم شايفين الراجل لابس زي المرأة والاتنين مطقمين مع بعض،